سالم صالح أو كرة من جانب عبد الله النقبي كان من عمر المباراة. هذه الفرصة الخطيرة التي حضرت من جانب عبد الله النقبي. يلا يا الأبيض، يلا يا الأبيض، يلا يا الأبيض، وكرة خطيرة وفرصة أخرى حلوة كانت، حلوة كانت. يرجع النقبي ويستعيد كرته. حمد علي يوسف يشير إلى استمرار اللقطة الماضية. لمسة حلوة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، فيها راية وتسلل، فيها راية وحالة تسلل على سهيل المنصوري في الكرة الماضية. يكلم المساعد الأول جاسم عبد الله. وهذه اللعبة، هذه الكرة اللي أشار فيها المساعد على وجود حالة تسلل ضد لاعب منتخب الإمارات سهيل المنصوري للمرة الأولى أن يكون نهائي تاريخي بمواجهة شباب الأهلي مع نادي الظافرة. أتمنى أن يكون نهائي مثير. وعندنا كرة خطيرة الآن لمصلحة، هذه خطرة، خطرة، فرصة جول. أوه، سوريا، سوريا، سوريا عن طريق الواكد اللي وقف المدرج الأحمر في الكرة الماضية عندما واجه عادل الحوسني، لكنه وضع الكرة إلى خارج الملعب. هذا هو محمد الواكد، هذا محمد الواكد. لكن شوف التمريرة الحلوة من محمد مرمور. محمد مرمور من القميص 21 إلى القميص رقم 20 الواكد. وهذه فرصة هي الأخطار. فجر إبراهيم، فجر إبراهيم بالمناسبة هذا المدرب سبق أن لعب مع، والله اللي كان معنا في الصورة إذا ما كنت مخطئ مصارع قديم أو شبيه لمصارع قديم، هوجن كان شبهه جدا إذا ما كان هو. محمد خلفان، المهارة يا محمد هي الأولى، وبعد ذلك يحاول يمر يتقدم، والفرصة خطيرة. الحسن صالح، هي تكمل هذه وإبراهيم عالم الحارس اللي يلعب في الوحدة السوري. هذا هو إبراهيم طبعا اللي أبعد الفرصة الخطيرة، وكانت من جانب حبيب الفردان. دورة كاملة يبحث عن حل جيد، يجد اللاعب الفنان الله على تمريرات جميلة. والحسن خطيرة هذه، خطيرة هذه، خطيرة هذه. جانب من الجماهير السورية الحاضرة التي تنتظر عرض أفضل من منتخب بلادها وتنتظر أداء أفضل من الأحمر السوري. تحولت إماراتية حلوة اللعبة الإماراتية، ولا زالت سهيل. الله، الإماراتية السورية هنا في المباراة الودية. فرصة محاولة لمنتخب سوريا، هذه خطيرة، ملعوبة قوية إلى خارج الملعب. نشهد أهداف، ما في مواجهات تنتهي 0-0. الإمارات يلعب مع سوريا، الشباك لازم تتحرك، وهذا المنتظر. كرة الله، حلو المرور، والكرة الماضية إلى ضربة مرمى. أحمد الصالح، هذا هو سهيل المنصوري. عندنا أسماء، عندنا الله بهذه المهارة مر من مؤيد عجان، لكن بعد ذلك وكما ذكرت المستقبل للتفاؤل. وعندنا كرة لمنتخب سوريا، خطيرة يا الله. كاد محمد الواكد في اللعبة الماضية أن يستغل الكرة العرضية رغم أنها كانت صعبة، لكن تعامل معها بامتياز، تعامل معها بصورة ممتازة وراقية، وكاد أن يصل إلى مرمى عادل الحوسني. السوريين اشتغلوا الآن وتصويبه من جانب المواس. راحت كرة المواس إلى ضربة ركنية في طريقة للتعادل 0-0. نعم أعزائي المشاهدين في كل مكان، انتهى سلبيا ما بين المنتخبين. لينطلق بصافرة حكم المباراة حمد علي يوسف الذي يعلن عن بداية شوط المباراة الثاني. محمد خلفان اللاعب اللي يلعب في نادي الفجيرة، ترجع له مرة ثانية محمد، وكرة في منطقة الله محمد الواكد. نعم محمد الواكد بالقدم اليسرى
يرسل الكرة. أوه يا هي خطيرة يا الواكد في وسط الملعب للمنتخب السوري. دائما الواكد المتحرك، هذا الواكد لاعب نشيط، حطها لمحمد عثمان أحد بدلاء فجر إبراهيم في شوط المباراة الثاني. هذا هو محمد عثمان اللاعب القادم من الدوري الهولندي، وكرة خطرة يا الله. هو الواكد شغال عدل، شغال عدل على، ولدينا أحمد برمان بالقميص رقم 8. بالتالي مجموعة من الأسماء وأصدقائها المبدعون. تلك الذكريات الجميلة، وهذه لعبة حلوة للمنتخب السوري لا زالت خطيرة، وبالتالي حارس المرمى الضرحاني كان الأقرب. ما أضيفت ذكريات أخرى، ما أضيفت لأن كأس العالم 90 في إيطاليا محاولة لمصلحة منتخب الإمارات وتصويبه إلى خارج أرضية الملعب. ما في أحد سجل في مرمى المنتخب الآخر، وبالتالي لا زالت الأمور هادئة جدا على مستوى الأهداف. وهذه كرة خطيرة لمصلحة منتخب سوريا، تصويبه إلى ضربة ركنية. الكرة غادرت إلى خارج أرضية الملعب. راح يستلم المهمة مارفيك في الأيام الجاية. استدعى سليم عبد الرحمن المهاجم القوي علي مبخوت، واستدعى فجر إبراهيم المهاجم القوي كذلك في راس الخطيب. من يا ترى يحسم المهمة؟ إماراتية خطيرة، انطلاقة، تمريرة، هي لخلفان ما اكتملت. ناقص لاعب بخروج برمان مصابا. ولدينا كرة لمصلحة المنتخب السوري الخطير، فراس الخطير ملعوبة في منطقة الجزاء، ولا زالت المحاولة. هذا لعيب، هذا هداف، هذا خطير، هذا مهاجمهم المرعب فراس الخطيب. الكرة الماضية بعد تصويب. يا الله على الكرة الماضية. محمد عثمان اللاعب اللي تم استدعائه من الدوري الهولندي. شوف الكرة اللي يا ستار.